شايفين البصل اللي جوه؟ بصوا دايبة حقيقي، تحسيها ان هي مشوية مش محمرة. بصي البصل اللي جوه، بصي الفرخة فظيعة، طعمها رهيب رهيب رهيب، احلى من مليون فرخة هتشتريها من بره. لا ومش بس كده، انا عامله لكم النهارده محشي ببواقي محشي اصلا كانت عندي. والله ببواقي محشي كانت عندي. اصلا انا اتعلمت يا بنات مرميش خلاص الرز من ساعه ما سعره غلي وما بقتش لاقيه اصلا، فمن ساعتها اي محشي بيتبقى عندي بشيل اللي بيتبقى منه، رز كرنب بشيله. بصوا الفراخ حقيقي فظيعه، تجربوها وهتدعولي. بس قبل ما نكمل مع بعض الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتعملوا لايك وتعملوا كومنت. ده ابني كان بياخد الوردة، هو مقتنع ان هي ليها ريحة. ايه رأيكم؟ بس الفرخة فظيعة، عايزة اقول لكم ان هي اول حاجة اتاكلت اصلا. جميلة، جربوها هتعجبكم قوي. ودي الشوربة بتاعتها خطيرة، حاجة كده تدفي دفى رهيب. بصوا المحشي عامل ازاي يا جماعة، بصوا الصباع ماسك نفسه ازاي. محدش هيصدق ان الكرنب ده عندي بقاله 10 ايام، والله في الفريزر بقاله 10 ايام. كنت جايبه كرنبايه كبيره واتبقى عندي ورق كتير، فاستخسرت ان انا ارميه، قلت اشيله للمره اللي بعدها. وبالفعل شيلته في الفريزر، وكان متبقى عندي برضو رز شيلته هو كمان في الفريزر. والنهارده بقى قررت ان انا لازم اعمله. بصوا شكل اللفت اللي ورا بالجزر لونه فظيع، انا اللي عاملاه برضو وهغششكوا الطريقه. ده بقى الكرنب اللي انا قلتلكوا كان عندي في الفريزر بقاله 10 ايام. ودي خلطة المحشي للي مش عارفها، هنقلي البصلاية المفرومة في حبة زيت وهننزل عليها الطماطم تتسبك، بعد كده هنضيفها للرز بالخضرة بالتوابل. هنا بقى خلطة البرتقان، فاكرين عجينة البرتقان اللي احنا قلنا عليها؟ غسلت الفرخة كويس جدا ونزلت فيها عجينة البرتقان عشان تسحب اي زفارة انا ما كنتش واخدة بالي منها او تسحب اي ريحة. بس انا الحمد لله تقريبا بحمل فرخة مش بغسلها، يعني ما بسيبش فيها حاجة الا لما لازم اشيك عليها مرة واتنين وتلاتة. هنا انا هدعك الفرخة كلها من فوق لتحت بعجينة البرتقان علشان تتغلغل جواها وتمتص اي ريحة زفارة. سموا الله وانتوا بتعملوا كل حاجة. بصوا يا جماعة فظيعة حقيقي، عجينة البرتقان دي اللي عملها معجزة، يعني اللي اخترعها ده لازم ياخد جائزة نوبل حقيقي. ما شفتش حاجة بتسحب الزفارة من الطيور زيها، جربوها بجد هتدولي. دي الفرخة بتاعتنا بعد ما اتنقعت ساعة في المحلول بتاع عجينة البرتقان. هنا معايا بصلاية مفروم عليها ملح وفلفل ومعلقة سكر عشان تخلي الفرخة جوسي. هبدأ ان انا احشيها معاكم من ما بين الجلد. اهم حاجة يا جماعة نغذي ما بين الجلد كويس قوي علشان الفرخة تتشرب النكهة بتاعة البصل. تمام زي ما انا هعمل كده. طبعا احنا ما بين الجلد كان اوريدي مفتوح لاننا منضفينه وشايلين منه المادة اللزجة اللي بتبقى ما بين الجلد واللحم. تمام. حابين اعمل لكم فيديو عن تنظيف الفراخ؟ لو حابين سيبولي في الكومنتات ازاي ننظف الطيور. تمام. بصوا انا بسحب البصلة يعني تكون مغطية الفرخة كلها من اول الكتف بالرقبة لغاية الصدر كله. بعدين هبدأ اخد من الجناب بتاعة الورك عشان الوراك برضو يكون فيها الخلطة بتاعة البصل دي. تمام. هبدأ ادخله جوه
وهسحب. تمام زي ما انتوا شايفين كده. سمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما تبدأي في اي حاجة، لا حول ولا قوة الا بالله قبل ما تبدأي في اي حاجة. وما ننساش الدعاء بتاع الرزق، الحمد لله الذي رزقني من غير حول مني ولا قوة. حقيقي الدعاء ده حلو قوي، بتحس ان اي فلوس صرفتيها في اكل او شرب سبحان الله بتتردلك على طول، بتلاقي ربنا فتح لك كده باب رزق تاني، والفلوس دي جاتلك من حيث لا تحتسبي، لانك انت احتسبتي الرزق اللي جالك ده عند الله، فربنا ردهولك تاني. بصوا انا كده بس مليتها بصل من جوه ومن بره، كلها بصل عشان بيبقى طعمها حقيقي حلو جدا جدا. دلوقتي هبدأ بقى ان انا اقفلها اكتفها زي ما بيقولوا. في ناس بتحط خلة، بس انا بصراحة انا بقرف من ان انا احط خشب او حاجة في الفراخ او في الشوربة. بس عادي انت حابة تحطي تمام مفيش اي مشكلة، بس انا سبت حبة بصل من اللي انا حاشية بيه الفراخ علشان انزله في الشوربة. دي معلقة زبدة بلدي معاها فصين 3 حبهان، مش حبة الحبهان ما تحطهوش، في ناس مش بتحب طعم الحبهان او بتقرف منه. هنا هستنى لما الزبدة تسيح خالص وتتقدح، وهبدأ انزل فيها الفرخة تاخد صدمة. دي اهم حاجة لانها بتحافظ على انسجة الفراخ، وكمان بتخلي الشوربة طعمها حلو قوي قوي قوي. بجد هتاكلي احلى طبق شوربة ممكن تكوني كلتيه في حياتك. وزودي المية بتاعة الشوربة عشان تشيلي منها في الفريزر لو انتي في وقت حابة تعملي حاجة بشوربة ومفيش طيور او مفيش لحوم عندك، تطلعي وتشتغلي بيها على طول. اي شوربة عندك حاساها ان هي حلوة شيلي منها. عندك عايزة تعملي مثلا محاشي وما عندكيش شوربة، عايزة تعملي خضار وما عندكيش شوربة، مكرونة محمرة في ناس بتسقيها بشوربة، يعني كذا حاجة. تمام هوريكم دلوقتي الرز بعد ما فك. بصوا كأنه لسه طالع. اهم حاجة يا جماعة ولا تسخنوه ولا تحطوه في ميكرويف ولا اي حاجة، سيبوه يفك براحته خالص هو والكرنب. ما تسيحوهوش ولا تنقعي الكرنب في مية ولا اي حاجة. لو احنا في الشتاء طلعيه من بالليل، لو احنا في الصيف طلعيه قبل ما تعملي بساعتين. دي الفرخة بعد ما اتحمرت وانا قلبتها على الناحية التانية. بصوا بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، شكلها يفتح النفس من قبل ما تستوي صح؟ عملتوا لايك ولا ما عملتوش؟ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. تمام هبدأ بقى بعد ما تاخد صدمة من الجنبين ان انا هنزل عليها مية تكون بتغلي. ما ينفعش ان انا احط مية ساقعة عليها عشان ما تتهريش وتفك من بعضها، لازم انزل مية سخنة بتغلي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هبدأ املى الحلة لغاية لما تغطي الفرخة بتاعتي. حسيت ان المية بدأت تتبخر وان بقى فيها حبة قليلة وانا عايزة ازود عشان اشيل، ازود حبة مية كمان. هضيف بقى مع الشوربة شريحتين جزر ومكعب مرقة دجاج. مش بتحبي مرقة الدجاج مفيش مشكلة براحتك، في ناس كمان بتزود عليها جوز الطيب، بس انا بحس ان هي بتغمق الشوربة قوي بصراحة، وانا ما بحبش اضيفها. ده حبة البصل اللي انا كنت سايباهم على جنب من حشو الفراخ، ضفتهم على الشوربة. واول ما تغلي الشوربة هبدأ ان انا اوطي عليها واسيبها بقى مع نفسها خالص تتعامل وتستوي براحتها على اقل من مهلها. اقلب كويس تمام عشان المية تتغلغل في الفرخة كلها، ما تبقاش حتة مستوية وحتة ناشفة. تمام اول ما تغلي هقفل عليها واسمي الله كده واروح اشوف المحشي فك ولا لا عشان نبدأ نشتغل. تمام هنا هو لسه ما غليتش معايا، هسيبها شوية لغاية لما تغلي. تمام هنا خلاص بدأت ان هي تغلي اهي. هبدأ ان انا اغطيها واطفي النار عليها. قولوا لي انتوا بتحبوا الفراخ اكتر ولا اللحوم عشان اعمل حسابي في الفيديوهات الجاية. انا عن نفسي بحب الفراخ جدا عن اللحمة، بس طبعا الاكل اذواق، كل واحد وليه اللي بيفضله. انا هنا هبدأ احشي المحشي لان خلاص الرز فك، والكرنب يا جماعة احشوه وهو شبه مجمد، ما تستنوش لما يفك خالص. انا هوريكم طريقتين دلوقتي نحشي بيها المحشي. طبعا في هنا عرايس بتتفرج عليا وفي ناس مبتدئات ما بيعرفوش يحشوا محشي. انا اول ما اتجوزت ما كنتش بعرف ازاي اقطع الكرنب
ولا احشي محشي. اهم حاجة دلوقتي في المحشي اللي بيتشال، بصوا شبه مجمد، ما تستنيش لما يفك خالص عشان تعرفي تمسكيه وتحشيه، لانه لو فك خالص هيسيب، لانه كان في الفريزر ففي نسبة مية عالية، والمحشي كله الياف بتشرب المية، فاحنا هنعمله وهو مجمد. انا دلوقتي بفك ورقة ورقة عشان ما يتقطعش مني. نسمي الله ونشوف اول ورقة هنحشيها ازاي. واهم حاجة يا جماعة في المحشي رصته، لازم تعرفي ازاي ترصي المحشي علشان ما يبقاش حتة مستوية وحتة نية. لازم هوريكم دلوقتي، تابعوا معايا هتشوفوا رصة المحشي بتكون ازاي. تمام، دي اول لفة انا عملتها، دي السهلة واللي كلنا بنعملها. في ناس بتحب تلف على طبق او على الرخامة زي ما هتشوفوا دلوقتي كده. دي الناس مثلا اللي لسه مبتدئة ما بتعرفش تمسك الورقة ازاي، تخاف مثلا الورقة تتقطع منها. انا كنت بخاف جدا الورقة تتقطع مني، بس دلوقتي بقيت اتعامل. حتى بصوا لو ورقة مقطوعة بدويها بورقة تانية. انا هنا كان الورقة فيها قطع، زودت عليها ورقة تانية خفيفة. تمام، بصوا الصباع بسم الله ما شاء الله، يعني كأن الكرنب لسه مسلوق ومتقطع. دلوقتي مش هتحسي بأي فرق خالص، لا في الرز ولا في الكرنب، ولا هيشد ولا هيجلد. أهم حاجة زي ما قلتلك إن انتي تصبري عليه خالص، لا تحاولي إن انتي تحطيه في مية، ولا تحطي عليه مية، ولا تدخليه ميكرويف يفك، ولا الكلام ده خالص. انتي سيبيه يفك مع نفسه خالص. هنبدأ نرص كده بشكل دائري في الحلة زي ما احنا شايفين، دايرة دايرة كده، ونسيب مسافات ما بين كل صباع والتاني. ما نلزقش الصوابع قوي قوي، وما نكبس الحلة ونرجع نقول اصل جزء منها بيستوي والجزء التاني ما بيستويش. ما طبيعي، ما انتي مش مدية فرصة للسوائل او للشوربة اللي موجودة ان هي تتغلغل في الحلة كلها. فاللي بتقدر توصل له بتسويه، واللي ما بتقدرش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هتعمل ايه؟ مش هتسويها. هنا هبدأ ألف بقى كل كمية المحشي اللي معايا بطريقة دائرية زي ما وريتكم كده. تمام، واحدة واحدة، وانتي مش مستعجلة. ما تستعجليش على الورق عشان ما يتهريش منك. ما تحاوليش ان انتي تشديه او تفكيه من بعضه غصب عنه، لانه هيتقطع. طبيعة الكرنب اصلا ان هو ضعيف، فانتي حطي في اعتبارك ان هو كان في الفريزر. طبعا انتي عايزة تعملي بنفس الطريقة دي صابح عادي جدا، هتجيبيها هتسلقيها وتقطعيها وتعملي بنفس الطريقة دي. لكن انا بقولك ازاي توفري من حاجة كانت هتترمي اصلا. يعني حبة الرز، انا بصراحة الاول لو كانت بقى معايا حبة رز كنت برميهم، لو كانت بقى معايا حبة ورق كنت برميهم. لكن انا من ساعة بصراحة موضوع الغلا يعني علمنا نحافظ شوية. بصوا انا رصيتها ازاي بالطريقة دي، سايبة مسافات ما بين كل صباع والتاني علشان ادي فرصة للسوائل ان هي تعدي من ما بين الصوابع ده فيستوي بطريقة كويسة. بس فانا بقيت اشيل بصراحة اي حاجة تتبقى مني بشيلها. حتى لو عملت ملوخية بزيادة بشيل الباقي، لو بس طبعا قبل ما ناكل عشان ما تحمضش. حسيت ان الحلة فيها ملوخية كتير بشيل حبة في الفريزر للمرة اللي بعدها. وهكذا اي حاجة بقى تتبقى منك اتعلمي ان انت تشيليها. عملتي شوربة اعملي بزيادة، عملتي صلصة اعملي بزيادة وحطي في الفريزر، هيرمي معاكي بعد كده لوقت انت مش قادرة تعملي فيه حاجة. يعني عايزة تعملي مكرونة وانت عندك صلصة بزيادة في الفريزر، هتسحبي كيس هتسلقي المكرونة، خلاص كده انت خلصتي. زي النهاردة بدل ما كل مرة تقعدي تعملي في رز المحشي وتسبيكة المحشي وتقطعي في كرنب، عندي هو بزيادة وقاعد، والرز زي ما هو والكرنب زي ما هو، هطلع على طول. الموضوع مش هياخد منك ساعة زمن وهتكوني مخلصة الغدا بتاعك. بص حبايبي شكل الرز عامل ازاي، ده صباع مستعجل كده تقريبا عايز يروح الناحية التانية فجري مع نفسه. شايفين شكل الرز عاملة ازاي، الصوابع محطوطة في الحلة مرتاحة مش مكبسة كلها ببعضها. الكرنب ما شاء الله بيلمع وشكله صابح. دي بقى الفرخة بتاعتي اهي بدأت تغلي، شايفين اللهم بارك ريحتها قلبة ريحة المطبخ كله. والله يا جماعة لو عايزين يعني الجيران يشموا ريحة أكلك اعمليها بالطريقة دي، فظيعة والله مش هتشبعي منها، تتاكل حاف. ده شكل المحشي
بعد ما خلاص خلصته كله، بس ما تبقاش رز، فقمت مقطعه حته فلفل كده فوق، لان انا بصراحه بعشق ريحه الفلفل مع المحشي، مش بحس ان انا عملت محشي او ما شمتش ريحه الفلفل في المحشي. فانا قطعت الفلفل كده فوقيه عشان لما تغلي الشوربه ابدا اشم ريحه الفلفل. ده يا جماعه كيفي بصراحه، ده شكل المحشي. بصوا لوحه فنيه والله، تسلم ايدك يا سيمو. يلا ما تنسوش تعملوا اللايك، وانتوا بتكملوا كده باقي الفيديو تكتبوا لي كومنت حلو، تسلم ايدك يا سيمو. تمام، ده كده المحشي بتاعي. عايزه تسيبيه شويه في التلاجة مفيش مشكله، عايزه تعمليه على طول مفيش مشكله. انا علشان كنت مستعجله فانا هعمله على طول وهيطلع زي العسل. شوفوا دلوقتي شكل الفرخه بعد ما طلعت بقى عامل ازاي، والله تتاكل كده مش محتاجه ان هي تتحمر. اللهم صل على سيدنا محمد، جميلة ريحتها جميلة. بصوا الشوربة بتاعتها، يعني عايزة اقول لكم كنا بنتخانق على الشوربة بتاعتها دي، حلوة قوي. هقول لكم بقى دلوقتي التركاية بتاعة المحشي دي دي عندنا طماطمايه مبشورة ومعلقة صلصة ومعلقة زبدة بلدي. تمام، دول هنعمل فيهم هنقلبهم على بعض كده ونحط عليهم الشوربة اللي هنسقي بيهم المحشي، هتودي المحشي في حتة تانية خالص، هتدعولي. دي يا جماعة خلطة أمي، ربنا يديها الصحة والعافية، حلوة جدا جدا جدا، بتخلي المحشي كده تحس ان انتي بتاكلي المحشي بتاع زمان. فاكرين المحشي بتاع زمان اللي هو كان باللية ده انا كان عشقي. في ناس ما بتحبش اللي بس انا بعشقها، وفي ناس كمان بتعمل بالنخاع بتاع العظم بتاع الحيوانات، ده حلو جدا وفيه كولاجين عالي جدا. لو تقدري تجيبيها وتعملي هاتيها، مش هتقدري اعملي بالسمنة البلدي. حقيقي تحسي بقى ان انت بتاكلي محشي جدتك، المحشي بتاع زمان. الريحة المفحفحة دي بتاعة المحشي اول ما يبدأ يتغلي هتشمي بقى ريحة المحشي كده، تدوخي عقبال ما تبقي متلهفة عقبال ما المحشي يخلص. جربوها وانتوا كده بتجربوا سموا الله قبل ما تحطوا ايديكوا في اي حاجة، سموا الله وانتوا بتعملوا الاكل. صلوا على النبي كتير، استغفروا كتير، سبحان الله بتغير المود 180 درجة. ده المحشي بتاعنا اهو، هشغل عليه النار. تمام، وهبدأ ان انا اضيف الخلطة اللي انا وريتها لكم، بس طبعا لازم تكون سخنة يا بنات، ما ينفعش ان انا اضيفها ساقعة عشان الكرنب ما يجلدش، سواء الكرنب كان صابح او كان مجمد. على فكرة انا عشت في السعودية فترة على طول بيعملوا الحاجات مجمدة عادي، ما عندهمش قوي زينا، كل حاجة عندهم مجمدة اكتر. لازم نهز الحلة كده علشان الشوربة تنزل في المحشي كله. تمام، فاحنا يعني ما تستغربيش ان انا بعمل كرنب مجمد او والحاجات دي انتي كمان اللي عاملاها في البيت، يعني انتي مش شاريها مجمدة جاهزة، فانتي ما تعرفيش اذا كانت اتفكت واتجمدت تاني ولا لا. كل حاجة انتي عارفة عاملاها ازاي، عشان كده اعملوا كل حاجة في بيتكم يا جماعة، بجد بتفرق كتير. حتى لو هتتعبي يوم ولا يومين في اول الشهر وانتي بتحضري الحاجات دي، بس هترتاحي بعد كده. تمام، هنا يا بنات انا هسيبها بقى لما تغلي، اوعي توطي النار قبل ما تغلي عشان الرز بتاعك ما يتهريش. اول ما يبدأ يغلي شايفين اهي بدأت تقول اهي، بدأت خلاص تغلي اهي من الجناب. تمام، زي ما احنا شايفين كده. اول ما هتغلي خالص هبدأ ان انا اوطي النار واسيبه بقى يتشرب براحته، اتقل على الرز يستوي. ولاحظوا ان الرز ده كان في الفريزر عشان ما تزودوش الشوربة، لان لو زودتي الشوربة وعجن منك انا مش مسؤولة. في فرق ما بين الرز لما يبقى صابح والرز لما يبقى طاله تلج او دخله تلج، لو تزود له الشوربة هيعجن منك ويبوظلك كل اللي عملتيه. خلي عينك هي دايما مقدارك، انت شوفي وعايري الرز ده محتاج قد ايه شوربة، الرز ده مجمد ولا لا، الرز ده بيتغسل ولا ما بيتغسلش، لان بتفرق. الرز اللي ما بيتغسلش بياخد نسبة شوربة اعلى شوية عن الرز اللي انت بتكوني غسلاه. في انواع رز بيكتبلك عليها ان هي مغسولة، زي مثلا ولا بلاش نقول اسماء،
انتوا اكيد عارفينها. تمام. بيكون مكتوب عليه ان هو مغسول على الاستعمال على طول. الرز ده بيحتاج شوية شوربة زيادة شوية عن الرز اللي بيتغسل ويكون طاله اوريدي مية. تمام. هنا انا هغطي عليها واغطي واسيبها تتشرب خالص. ده شكلها هي وهي بتتشرب. بصوا اللهم بارك، جميلة وتفتح النفس وريحتها يعني كل شوية ولادي يخشوا خلصت يا ماما، ريحة حلوة قوي، احنا جوعنا. يعني بصراحة كان تحفة. جربوه بالطريقة دي هتدعولي. هنا انا خلاص هبدأ ان انا انزله. بصوا بقى جماله، بصوا حلاوته وهو بينزل. اللهم بارك، عمرك ما هتقولي ان دوت كان مجمد ابدا، كأنه لسه مقطع الكرنب وكأنه لسه صابح. حلو قوي قوي. معلش يا جماعة انا دراعي بعمله بالاتجاه ده علشان بس ايه بخاف احط من الاتجاه التاني، مش عارفة ليه بخاف يقع عليا. تمام. بصوا عامل ازاي، تحفة. ريحته بجد بجد تجنن. بصوا بصوا بذمتكوا ده شكل كرنب كان متخزن بقاله 10 ايام في الفريزر. تحفة، ولا مجلد ولا في اي حاجة يعني. بصراحة كأنه لسه طازة. بص الصباع ماسك نفسه مش مهري. حلو جدا، اللهم بارك، جميل. اديكي وفرتي تمن وجبة اهو، بدل ما كنت هتجيبي رز تاني وتعملي مجهود تاني وخلطة تاني. اهو كل حاجة عندك جاهزة. جربوا الطريقة دي وبجد مش هتعملوا محشي او فراخ غير بالطريقة دي. بعد كده بصوا انا جايبه لكم شكل الورك من تحت علشان تشوفوا البصل شكله عامل ازاي من جوه. بصوا المحشي فظيع فظيع فظيع، جميل. وريحته كمان السمنة البلدي تدوخ. اللهم صل على سيدنا محمد. جميل. بصوا الصباع. ايه رأيكم؟ ما تنسوش تشتركوا في قناة سيمو، وكل سنة وانتم طيبين.